بيبدأ الفيلم في ألمانيا مع داري وتريفا واللي بيكونوا مسافرين على طريق سريع، وبتاخد تريفا بالها من لافتة مكتوب عليها توقف، وبيقول داري انه ما شافش ولا عربية من بعد 50 ميل لورا. وفي أثناء كلامهم بيلاقوا عربية قدامهم وبيطمنوا وبيكملوا، ولما بيقربوا من العربية بيلاقوا مكتوب عليها جذاب للأبد، وما بيفهموش ده معناه ايه، وبيتريقوا على الكلام وعلى اللي في العربية. وفي أثناء كلامهم بتاخد العربية اللي شافوها طريق تاني وما بياخدوش بالهم، وفجأة بتيجي عربية شكلها غريب وراهم وبتفضل تزنق عليهم وبتكون على وشك انها تخبطهم، لكنهم بيتفادوها على اخر لحظة. وبتخاف تريفا جدا وبتقول ان الموقف ده بيفكرها بكينو وداريلا، وبتكمل وبتقول انهم ماتوا على نفس الطريق ده وانهم لحد دلوقتي حتى ما لقيوش جثثهم، وبتطلب منه انهم يرجعوا لانها لسه خايفة وبتترعش من منظر العربية اللي كانت هتخبطهم. فبيحاول داري يطمنها وبيغير الكلام وبيتكلم في طفولتهم وانه غلبها وهم صغيرين. وبعد شوية بيشوفوا كنيسة مهجورة قريبة منهم وبتكون العربية اللي كانت هتخبطهم واقفة هناك، وبيشوف واحد بينزل حاجات شكلها غريب من العربية وبيرميها في مزراب كبير جنب الكنيسة. واول ما بيشوفهم الراجل بيفضل باصص لهم لحد ما بيبعدوا، وبيكونوا مرعوبين من المنظر. وبتخمن تريفا ان دي اكيد جثث بني ادمين، فبيرد داري وبيقول لها انهم لازم يبلغوا الشرطة فورا. بتدور تريفا على تليفونها لكنه بيكون فاصل شحن. فجأة بيلاقوا العربية اللي شكلها غريب وراهم وبتفضل تخبط فيهم جامد المرة دي، وبيكونوا على وشك انهم يعملوا حادث، لكن لحسن حظهم بيغير دار الطريق في اخر لحظة وبينزلوا من العربية. وبعد ما بتبعد العربية بيكون داري عنده فضول يعرف ايه اللي موجود جوه المزراب اللي عند الكنيسة. بيكمل وبيقول ان يمكن يكون في حد لسه عايش من الجثث اللي هناك، ويمكن كمان محتاج مساعدة، لكن تريفا بتكون رافضة الفكرة تماما وبيتخانقوا. فبيقول لها داري تبطل انانية وتحط نفسها مكان حد هناك، وبعد الحاح من داري بتوافق وبيروح على هناك. ولما بيوصلوا بيكون المكان شكله مريب ومليان غربان، وبيروح عند المزراب وبيفضل داري ينده عشان لو في حد تحت يسمعه. وبعد محاولات بيقول داري انه سمع صوت حد تحت وبيحاول ينزل شويه في المزراب، على عكس تريفا اللي بتكون رافضه الموضوع تماما وما بتكونش موافقه على اللي هو عايز يعمله، لكنه بيقول لها انه مش هينزل وانه بس عايزها تمسك رجله. وبينزل داري وبتكون تريفا ماسكه رجله وبيفضل ينادي يمكن لو في حد تحت فعلا يسمعه. فجاه بتطلع عليه فريم من تحت وبيكون مرعوب بيفضل يصرخ. فبتتخض تريفا جدا وبالغلط بتسيب رجله فبيقع في المزراب وبيغمى عليه. وبتفضل تريفا تندع عليه وبعد شويه بيفوق وبيقول لها انه كويس، وبيقوم وبيروح عشان يستكشف المكان. وبيتصدم لما بيلاقي جثه قدامه وبيقرب عندها، وفجاه بتمسك في رجله فبيتخض جدا وبيفضل يصرخ. وبعد ما بيستوعب بيفك القماش اللي مربوطه بيه وبيكتشف انه شاب وانه لسه عايش. وبيكمل فك في القماش وبيلاقي ان بطن الشاب ده متخيطه بطريقه غريبه وكأن في حد اخد احشائه. وبيحاول الشاب يقول حاجه لكنه ما بيلحقش وبيموت. وبيكون داري في حالة صدمة من اللي شافه. وفي الوقت ده بتكون تريفا قلقانة وبتندى عليه من ساعة ما سمعته بيصرخ، لكنه مردش عليها من الصدمة. وبعد شوية بيروح عندها وبيقول لها تروح على الطريق وتطلب المساعدة من أي عربية معدية، وإن لقيت العربية الغريبة تهرب فورا. وبعدها بياخد الكشاف وبيكمل استكشاف في المكان. ولما بيتعمق أكتر بيلاقي جثث كتير جدا، وبيتصدم لما بيلاقي جثة كينو وداريلا اللي كانوا بيقولوا إنهم ماتوا على نفس الطريق ده. وبيتصدم لما بيلاقيهم متخيطين في بعض بطريقة وحشية وراسهم متخيط تاني. وبيكمل تدوير في المكان وبنروح لتريفا اللي بتشوف عربية شبه العربية الغريبة، لكن لحسن الحظ بتطلع عربية شبهها. وفجأة بيطلع عليها داري وبيكون شكله غريب فبتتخض جدا. وبعد شوية بيمشوا من المكان وبيكون داري مش بيتكلم من الصدمة. تفضل تريفا تلح عليه عشان يتكلم. وبعد شوية بيتكلم داري وبيقول لها انه شاف جثة كينو وداريلا وراسهم مقطوعة، وبيقول لها ان القاتل من وحشيته رجعهم تاني. وبعدها بيوصلوا للمقهى على الطريق وبيشوفوا عربية القاتل فبيدخلوا المقهى بسرعة. وبتستغرب منهم الناس جدا وبتقول تريفا حد يطلب الشرطة بسرعة، وبتطلب من داري يحكي كل حاجة للشرطة بمجرد ما يوصلوا. وفي اثناء كلامهم بيكون جنبهم تليفون عمال يرن، فبترد تريفا وبيكون اللي بيتصل واحدة ست. وبمجرد ما بتسمع صوت تريفا بتقول لها انها عارفاها هي واخوها وبتقول لها اسمهم. ولما بيسمعها داري
داري بياخد سماعة التليفون، وبتكمل الست وبتقول ان المخلوق ده عايزهم هما بالتحديد، وده لانهم نزلوا البيت القلم. فبيقول لها داري انه ما راحش في حتة، فبترد الست وبتقول له انها قصدها على القبر اللي شاف فيه الجثث. المخلوق مسميه بيت القلم، وبتنصحه كام نصيحة من ضمنهم ان في اغنية معينة اول ما يسمعوها يعرفوا ان في خطر بيقرب عليهم، وبتخلص كلامها وبتقفل معاه. بعد شوية بتوصل الشرطة للمكان وبيحكوا لهم عن اللي شافوه، وبيقول داري انه شاف اكتر من 600 جثة هناك، لدرجة ان الشرطية ما بتكونش مصدقة اللي بتسمعه. فجأة بتوصل الست اللي شغالة في المقهى وبتسأل داري وتريفا كانت العربية اللي بره دي عربيتهم ولا لا، لانها شافت شخص غريب بيدمر في العربية، واول ما شفناه هرب فورا. ومن هنا بيبدأ الشرطي يصدقهم، وبيلاقي داري اثار بصمات على العربية، فبيقول للشرطي وبياخد الشرطي البصمات وبيبعتها للمركز. وبياخد داري وتريفا عشان يروح للكنيسة ويتأكدوا من اللي قالوه. وبيكون داري وتريفا راكبين في عربيتهم، والشرطة راكبين في عربية الشرطة. وفي الوقت ده بيوصل تحليل المعمل للبصمات، وبيبلغوا الشرطة ان الآثار اللي لقيوها بترجع لشخص مات من فترة طويلة. وفجأة بيجي المخلوق فوق عربية الشرطة، فبتسمع الشرطية صوته وبتطلع عشان تشوف مصدره. وفجأة بياخدها المخلوق وبيخلص عليها. في عربية داري بتكون تريفا بتحاول تشغل الكاسيت، فجأة بتشتغل الأغنية اللي قالت عليها الست، فبيقول لها داري تقفل الأغنية فورا. في أثناء كلامهم بيطير جزء من الشرطية على كبوت عربيتهم، وبيتخضوا جدا وبيقفوا، وبيلاقوا المخلوق نزل من عربية الشرطة وماسك الشرطة وبيخلص عليه. فبيهربوا فورا من المكان، وبيوصلوا البيت وبيسألوا صاحبة البيت عن تليفون، لكنها بتقول لهم انها ما عندهاش تليفون. وفجأة بتشوف الست حاجة غريبة عند الفزاعة بتاعتها، فبتضرب عليها نار، فبيطير وبيدخل جوه بيتها، وبتدخل الست وراه. وبعد شوية بيشوفها داري وتريفا بعد ما المخلوق خلص عليها، فبيتخضوا جدا وبيهربوا من المكان. وفي الطريق بيطلع عليهم المخلوق مرة تانية، فبتحاول تريفا تهرب منه لكنها بتفشل، فبتقرر انها تخبطه بالعربية وبتنجح في ده، وبتفضل تدوس عليه بالعربية. وبعدها بيروح على اسم الشرطة وبيحكوا لهم عن اللي حصل، لكن كالعادة محدش بيكون مصدقهم. ده لحد ما بتوصل واحدة اسمها جوزيل، ودي بتكون نفس الست اللي كلمتهم في التليفون، وبنعرف ان دي وسيطة روحانية، وبتحكي لهم الست انها شافت القبر وشافت كل حاجة. وبتكمل وبتقول ان المخلوق ده بيظهر كل 23 سنة، وبيكمل جسمه من اجسام البشر، يعني بياخدوا العينين عشان يبقى عنده عينين، بياخدوا القلب عشان يبقى عنده قلب، وهكذا. لكنه ما بيقتلش اشخاص بعينهم، وانما بيقتل كل اللي بيجي في طريقه، وانه اكيد في حاجة معينة محتاجة منهم هم بالتحديد عشان يطاردهم بالمنظر ده. وفي اثناء كلامهم بيوصل المخلوق لاسم الشرطة وبيقطع الكهرباء عن المكان. فجأة بتصرخ المساجين بهستيريا، وبنعرف ان المخلوق خلص على 2 من المساجين وواحد من افراد الشرطة، وبيرن جرس الانذار في المركز كله، وبتبدأ الشرطة تطارده. وفي الوقت ده بيحاول مأمور الشرطة ياخد داري وتريفا للطابق التاني عشان يخبيهم من الكائن، فبتتدخل جوزيلو وبتقول له ما يعملش كده لان المخلوق هيوصل لهم مهما كان المكان آمن، وانه يستحسن يسيبهم يهربوا من هنا. لكن مدير الشرطة بيتهمها بالجنون، وبيقول لها انهم في اسم الشرطة لو هي مش واخدة بالها، وان ده أأمن مكان ليهم. وفي الوقت ده بيتبلغ مدير الشرطة ان المخلوق خلص على واحد تاني من افراد الشرطة، فبياخد كل افراد الشرطة وبيطارده وبيضربوا عليه نار لكنه ما بيتأثرش بالرصاص. في الوقت ده بتقرر جوزيل انها تهرب داري وتريفا، لكنها بتكتشف ان كل الابواب مقفولة، فبتاخدهم على غرفة تانية في القسم. وهناك بتسألها تريفا هي جابتهم هنا ليه، فبتقول لها جوزيل انها لو شافت اللي هي شافته كانت هتعرف هي جابتهم هنا ليه. فبيفكر داري في كلامها وبيسألها لو هي شافت اللي هو شافه، فبتسكت جوزيل شوية، وبنعرف ان المخلوق عايز داري من الاول، وان جوزيل شافت اللي هيحصل له، فبتحاول تغير اللي هيحصل. وبعد شوية بيوصل المخلوق لمكانهم وبيمسك داري. وفي الوقت ده بتوصل افراد الشرطة هم كمان، وبيكونوا في حالة صدمة من اللي هم شايفينه. وبتفضل تريفا تترجى المخلوق انه يسيب اخوها وياخدها هي، لكن بدون فايدة. وبعد شوية بياخد المخلوق داري وبيهرب من المكان وبينتهي الفيلم. يا ريت بقى لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.